اولا المسموح في نظام الطيبات. اول حاجه معانا يا جماعه التوست. طبعا لازم التوست شرط ان هو يكون بالرده، ده اساسي. تاني حاجه الرز ده اساسي معانا، حبه كامله يا جماعه. الرز بقى بجميع اشكاله، بسماتي، رز ابيض وبسماتي، وزي ما انتم شايفين كده. تالت حاجه معانا الشوربه دي مهمه جدا، والدكتور ضياء اكد عليها ان دي مهمه وضروريه جدا. فدي معانا في النظام في المسموح ان شاء الله. ممكن بقى تعملوا شوربة عظم، وممكن تعملوا شوربة بصل عادي، يعني زي ما انتوا عايزين. وشوربة البصل بس ما تاكلوش البصل بتاعها، تشربوا الشوربة بتاعتها بس. معانا بعد كده الذرة، ممكن ناكلها فشار عادي والذرة عادي مفيش مشكلة. بعد كده معانا الفريك طبعا حبة كاملة، والدكتور ده قال مفيش مشكلة مسموح بيه. ومعانا بعد كده الردة دي اساسي بقى يا جماعة، الدكتور ده اكد عليها جدا، دي مهمة جدا. الردة دي تدخل في جميع اكلنا يعني. بعديها البرغل برضو معانا يا جماعة، البرغل بجميع انواع ده حبة كاملة برضو. بعد كده قمح البليلة برضو من غير لبن، شرط ان هي يكون من غير لبن. بعد كده بقى من الخضروات البطاطس، دي اول حاجة، دي مهمة جدا. البطاطس اكد عليها محمرة بقى ومهروسة، وشيبسي مفيش مشكلة برضو تاكل شيبسي. اكياس شيبسي مفيش مشكلة، ومواد حافظة قال عادي مفيش مشكلة. او تعمليها شيبسي في البيت برضو مسموح بيها ومفيش مشكلة برضو، ما تقلقيش من الزيت بتاع الدكتور ده قال عادي مفيش مشكلة. بعد كده معانا برضو البطاطا، بتخش بعد كده في المرتبة اللي بعديها البطاطا، وما نكترش منها قوي برضو عشان الالات بتاعتها. وبعد كده معانا القلقاس برضو يا جماعة الدكتور ده قال كويس. بعد كده معانا البامية برضو في الدرجة اللي بعديها. وبعديها معانا الكوسة برضو الدكتور ضياء قال في المرتبة الأدنى يعني. مش طبعا معانا الزيتون ده أساسي بقى. الزيتون ده مفيش مشكلة، الدكتور ده قال عادي تاكل منه زي ما انت عايز مفيش مشكلة. زيت الزيتون مهم جدا كزيت وكدهون، بتخش الجسم وبتفيد الجسم، دهون صحية طبعا وفايدتها عالية. معانا خل التفاح معانا برضو يا جماعة في المسموح، بس يفضل يعني ان هو يكون خل تفاح عضوي اورجانيك، بحيث ان انت تاخد الفايدة بتاعته. ومعانا عسل النحل طبعا اساسي عسل النحل، بس الدكتور ده قال لي يفضل ان هو يتحط معلقة على كوباية مية وتشرب، ما تشربش خام كده على المعدة يا جماعة عشان بيأثر برضه. معانا بعد كده في المرتبة اللي بعديها القشطة معانا يا جماعة. القشطة كدهون، دهون صحية. ومعانا الزبدة برضو مسموحة، الزبدة برضو من الدهون الصحية. ومعانا الجبنة المثلثات اللي هي الجبنة النستو برضو مسموحة، لأن الدكتور ده قال دي بتتحط في الميكروويف فبتسيح فعادي، فدي مفيش مشكلة فيها، فسهلة على الهضم وسهلة على المعدة، وسهل إخراجها. الجبنة الشيدر برضو، الجبن المطبوخة عامة يعني بقى، الجبنة الشيدر، الجبنة الرومي، الجبنة الجودة. جبنة الجودة برضو الدكتور ده قال مسموحة كويسة مفيش مشكلة فيها. جبنة رومي برضو مع زيتون مفيش مشكلة. الجبن المطبوخة عامة يعني كلها مسموح بيها طالما بتسيح في الميكرويف، كلها وانت مطمن وما تقلقش يعني. معانا اللانشون، بس تنقي نوع لانشون كويس ممتاز، مش هنقول الشركة، انت نقي. معانا بعد كده بقى في الفواكه، معانا التمر رقم 1 وده اساسي طبعا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان موصي بيه وكان دايما بيغذى عليه يعني. فالتمر ده فوائده لا تعد ولا تحصى يعني، فتاكل التمر وانت مطمئن ما تقلقش من اي حاجه. المرتبه اللي بعديها الموز سهل في الهضم وفيه مغنيسيوم وسهل الاخراج بتاعه، فطبيعي ان هو هيديك الفوائد بتاعته من غير تعب على القولون. معانا بعد كده التين مهم جدا برضو يا جماعه. ومعانا بعد كده العنب برضو مهم جدا وخفيف في الهضم وفايده جميلة ولذيذ على المعدة كده، والقولون وإخراجاته جميلة هو والتين يعني. معانا في المرتبة اللي بعديها البرقوق برضو مفيد للمعدة جدا ومفيد للجهاز الهضمي، سواء بقى كان برقوق صحيح كده أو مجفف مفيش مشكلة.
معانا في المرتبة اللي بعديها الفراولة. الفراولة برضو مفيدة جدا وكويسة ومفيش مشكلة فيها، تعملها عصير يعني أفيد وأحسن يعني. الفراولة برضو ممتازة ومعانا في النظام في المسموح. بعد كده معانا الجوافة، والجوافة يفضل ان هي تتعمل عصير وتتاكل، اللي هياكلها كده بيحب ياكلها يعني ما شبهاش عصير، يفضل تتاكل من غير بذر يا جماعة، من غير بذر. طبعا الرمان اساسي برضو معانا، بس طبعا يفضل برضو عصير من غير بذر برضو، اهم حاجة من غير بذر. اضربه في الخلاط واشرب مفيش مشكلة. المربات بقى معانا المربى بجميع انواعها، مربى فراولة، مربى تين، مربى بلح، زي ما انت عايز بقى. مع التوست اهم حاجة مع التوست، مش ما تاكلهاش بعيش دقيق، لان انت كده طبعا خرجت من النظام. فاهم حاجه اللي انت تاكل بالتوست اللي بالرده يا جماعه، التوست اللي بالرده، ريتش باك اللي بالرده، وتحط فيه بقى المربى زي ما انت عايز وتاكلها مفيش مشكله. معانا بعد كده النوتيلا برضو نفس الكلام، مع التوست تاكلها مفيش مشكله، مسموحه. والشوكولاتات يا جماعه برضو مسموحه، الشوكولاته بجميع انواعها بقى، بس اهم حاجه اللي هي الدارك طبعا، عشان الوايت بيبقى عليها لبن، فناكل الدارك واحنا مطمنين ومغمضين مفيش مشكله، وفيها فوائد لصحتنا ومسموح بيها في النظام. بعد كده بقى معانا في الاسماك، طبعا الاسماك كلها مسموحه، الاسماك مفيده جدا طبعا. في ممنوع بس احنا هنقول بقى الممنوع عليه في الممنوعات ان شاء الله، في قائمه الممنوعات. امال الاسماك مسموحه مفيش مشكله. بالنسبه للحوم بقى معانا اللحمه الجملي دي كويسه، الدكتور ده قال كويسه مفيش مشكله اللي احنا ناكلها، ومفيده برضو اللحمه الجملي، بس اهم حاجه تستوي كويس على النار بحيث ان هي تبقى سهله الهضم على المعده. ومعانا برضو اللحمه الجاموسي برضو مفيش مشكله، مسموح بيها، اهم حاجه برضو توتها كويس على النار عشان تبقى سهله على الجهاز الهضمي وسهله الاخراج. فاللحمه برضو معانا يا جماعه مفيش مشكله في اللحمه. معانا السمان برضو، معانا السمان مفيش مشكله فيه. السمان من المسموحات اللي هي الطيور عامة، زي السمان والحمام، كل اللي هو بيطير بقى يعني. السمان والحمام برضو معانا. الحمام طبعا لحمته جميلة ومفيدة جدا، وحاجة يعني اكل الملوك زي ما بيقولوا يعني، فهو من ضمن النظام. معانا الحمام مفيش مشكلة، واكله يعني بيعود على الجسم فوائد كتير يعني، فكل الحمام وانت مطمن. معانا بعد كده الارانب مسموح بيها زي الفل، الارانب اللي طبعا لحمها جميل، الارنب يعني كلنا بنحب ناكله يعني. فالارانب بس بعيد عن الملوخيه. ومعانا بقى القمه والطب بقى اللي سايبينه في الاخر، اللحم الضأن، لحم الخرفان والمايز، طبعا دول الدكتور ده قال ده افضل لحم يتاكل يا جماعه. اللي عايز بقى اللي قادر يكلف ويجيب ويصرف ويجيب اللحمه الضاني دي حاجه ممتازه طبعا. معانا بعد كده في الكبده، طبعا معانا بعد كده الكبده ممتازه ومسموحه معانا في النظام، الكبده مسموح بيها.